رندا قسيس قيادية بارزة في المعارضة السورية تفتح النار على تركيا وتتهمها بإقامة معسكر تدريبي لداعش على أراضيها في مدينة غازي عنتاب. أوضحت المعارضة السورية رندا قسيس رئيسة حركة المجتمع التعددي بأن الحوار هو الحل الأمثل لتسوية الأوضاع في سوريا. وجاءت تصريحات قسيس في إطار إحدى برامج فضائية روسيا اليوم الناطقة باللغة العربية. ما هو المطلوب؟ يعني إيران أيضا لديها أذرع قوية جدا في سوريا. صحيح. دعونا نفصل. طبعا الملف السوري لديه شقين، الشق الداخلي. رندا قسيس هي كاتبة وحقوقية سورية الجنسية، رئيسة حركة المجتمع التعددي حاليا، والرئيسة السابقة للهيئة العامة للائتلاف العلماني الديمقراطي السوري المناهض للنظام الحالي في سوريا. تعد قسيس إحدى رموز الفكر العلماني، وذلك من أجل أحداث تغيير في واقع المجتمعات، فتعتبر أن الفرد في هذه المجتمعات يعاني من استبداد الثالوث المستبد السياسي والاجتماعي والثقافي. فتحت السياسية السورية المعارضة النيران على حكومة أردوغان، وقالت بأن الحكومة التركية أقامت معسكرا تدريبيا لتنظيم الدولة الإسلامية داعش بالقرب من مدينة غازي عنتاب على الأراضي التركية. وأكدت على أهمية الدور الروسي والإيراني إلى جانب المجتمع الدولي في تغيير الأوضاع الراهنة في سوريا، وتطرقت إلى عقد مؤتمر موسكو 1 يجمع المعارضة السورية مع نظام الأسد على طاولة الحوار. سارة الناصر، راديو دنجي زلال.